السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قبل أي كلام اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة لو مش مشتركين عندي، ويلا بينا نصلي على الرسول. أول حاجة معانا دي تورتة دقيق الاسبونج. أوكي، قبل كده كنت منزلة فيديو للتورتة بالطريقة العادية، هتلاقوه برضو في صندوق الوصف، هنزل لكم اللينك بتاعه. هنجيب نص كيلو دقيق اسبونج، وهنجيب 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وهنجيب نص معلقة صغيرة فانيليا، سايلة أو عادية بقى انتي وراحتك يعني، وانتي زي ما تحبي. وهنحط معلقتين كبار خل، وهنحط رشة ملح، وهنحط كوباية مية. تمام. وفي معلقة كبيرة محسن جل أنا حطيتها من شوية. ممكن تركزي في الخطوات كويس وخدي سكرين للحتة اللي أنا نزلت فيها المكونات، ونكون محضرين الصينية جنبنا ومسخنين الفرن تمام، ونبدأ بقى نضرب. شوفوا يا جماعة الشكل عامل ازاي، هي بتبقى عاملة زي الكريمة. دي الاسبونج الناجح، لأن أنا كنت أول مرة، مش أول مرة، كان تاني مرة أجربه. تالت مرة، دي تالت مرة أجربه. تاني مرة أجربه كان الدقيق بايظ، مرضاش يرفع، يعني أحط له المية لقيته يعني صاص مني بقى زي السايل قوي قوي. لكن الدقيق سبونج الناجح بيعمل زي مطة كده، وفوم غريب، يعني بيبقى قوامه مختلف خالص عن قوام الكيكة العادية. هنا أنا كنت دخلتها ما شاء الله الله أكبر يعني. كان قوامها محترم جدا جدا، والارتفاع بتاعها كانت حاجة عظمة يعني. هي كانت غامقة شوية من جوه، بس تقريبا لأن كان الأستاذ اللي حط لي النص كيلو سبونج الفانيليا بتاعي كان مستخدم نفس المكيال في دقيق اللي هو السبونج الشوكولاتة، فطلعت معايا غامقة سيكة. بس مش مشكلة، الطعم كان روعة. ممكن تزودوا انتم للعجينة نفسها شوية سكر صغيرين قوي، حوالي 100 جرام سكر مثلا، يكون سكر بودرة مطحون عشان خاطر ما يبوظش قوام الكيكة وما يهبطهاش. تمام. نيجي بقى هنا للكريم شانتيه. انا نزلت برضو في الفيديو بتاع التورته اللي قبليه، قلت لكم ان الكريم شانتيه يا جماعة اللي بيسيح منه مش بيعمل اشكال، مش بيعرف يخدم معاه كويس، يعمل الحروف كويس، شكل الوردات بيكون سايح كده ومش مظبوط ان انتي تعرفي تستخدميه. العطارين بيغشوا كريم شانتيه. كريم شانتيه يقولك ايه، خام وسكر. السكر هو اللي بيسيح، الخام هو الممتاز. انا ياما جربت الخام وياما جربت السكر، الاتنين وحشين جدا. في حاجة اسمها كريم شانتيه هايبر. الهايبر ده بيبقى حاجة أعلى جدا. أنا مش، هي مش ماركة هايبر، بس بيقولوا عليها هايبر إن هي يعني حاجة أعلى. الكيلو منه ب140 جنيه. ماشي. ربع كيلو منه كفاءة إن هما يقومولك تورتة زي دي. أنا التورتة دي فاض من الربع كيلو شوية كريم شانتيه أنا شلتهم. وبتشيلهم في الفريزر عادي جدا، بس تستخدميهم بقى في أي حاجة بقى بسيطة، مش تورتاية بقى، يعني ممكن تستخدمي في أي حاجة بسيطة بقى، تزويق كب كيك، حاجة صغنططة كده يعني، إكلير كده يعني. الربع كيلو كريم شانتيه انا برضو كنت منزله المكونات دلوقتي. عليه 200 جرام سكر. بتوزني السكر العادي في الميزان 200 جرام، وبعدين تطحنيهم بالمطحنه، تضيفيهم على الكريم شانتيه. احنا بنطحن ليه؟ بنطحن عشان يبقى سهل معانا في الضرب. وبعدين بننزل بالمضرب وبالميه المثلجه. انا وضحت لكم الازازه كانت متلجه ازاي، فيها تلج حواليها ميه، يبقى الميه دي كده هتنجح لي الكريم شانتيه بتاعي. اوكي. بس نضرب كويس كويس. شوفوا اول الضرب لاخر الضرب، اول الضرب كانت كل ما بضرب كل ما بتعلى معايا، كل ما بضرب كل ما الكريم شانتيه بيعلى معايا، كثافته بتزيد. فلما الكثافه بتاعته تزيد طبعا يفرد معايا كميه اكبر. هنا عايزه اكتب على التورته. لقيت الكريم شانتيه سايح شويه، فقلت احطه في الفريزر حبه، يعني كنت مزوده الميه حبتين. فرحت حطيته في الفريزر شويه، وقلت اخد بقى حبه منهم سايحين في كيس، خرمت خرم صغير منه. وقبل ما انزل بالكتابه على التورته، كتبت الاول بخله اسنان. انا واخده الطريقه دي من قناه، انا مش فاكره اسم القناه دلوقتي، بس انا هعمل لها منشن طبعا، لان انا واخده كمان فكره التزيين منها. ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحه ويحسن ما بين ايديها. فانا كتبت بالخله الاول، وبعدين رحت مزينه بالكيس. بقيت بقى في تكات بقى بتاعتي مش بتاعت حد، لان انا اللي متعوده عليها في مطبخي. بقيت يعني اساوي كده بطرف الخله
لإن أنا شوية في حاجات باستخدمها فنية يعني عمومًا في حياتي مش في التورتة بس ولا في المطبخ بس، فلقيتني تلقائي باساوي خلة الأسنان، وبرضه هاستخدم النار برضه لمّا الكريمة هتبقى مكلكعة شوية مني في حتت اللي أنا سويت بيها، هتشوفوا برضه دلوقتي هاستخدم النار عشان تدّي لمنظر الكريمة شكل soft ما يبقاش مكلكع مطرح ما أنا كنت باضبّط، أهو استخدمت النار أهو يا جماعة. وبعدين قُلت لأ شكل الكريمة كده مش حلو أوي إن هي من فوق أبيض ومن تحت لبني بس، فعدّيت قعدت أعِد كده لقيت إن أنا لو حطيت ما بين كل واحدة والتانية لون أزرق هيبقى لإن أنا باحب أوي النظام، ما باحبش يعني واحدة، 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 واحدة لأ ما يجيش 2 جنب بعض لبني في الآخر، فلقيتهم يعني سبحان الله كان الترتيب من عند ربنا إن جُم بالضبط واحدة، وواحدة أبيض وواحدة لبني، فرُحت عايدة عليهم تاني وبعدين عملت بقى الصنفور الحلو ده، طلع بالشكل الجميل ده، وهنروح منزّلينه في التورتة زي ما شفتوه في أول الفيديو. أنا بقيت أحب إن أنا أزيّن تورتة الأولاد، دي كانت التورتاية دي لابن أخويا حبيبي ربنا يخلّيه ويبارك في عمره يا رب، ادعوا له دعوة حلوة من قلبكم، إنه يكون ولد صالح بار بينا وبأبوه وبأمه، يكون حامل كتابه، ويكون يعني فخر لينا، ربنا يبارك فيه يا رب ويبارك في أولادنا كلّهم. يا رب يكون التورتة عجبتكم، كنت معاكم ليلى شتا، دمتم حلوين.